ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل الحمام المحشي رز، ومعاه رز بالكبد والقوانص. تحفة، حاجة جميلة جدا. هنقول ازاي الحمام مش ممكن هيفرقع منك ولا يتفتح. اعزمي براحتك واعملي حمام براحتك، والنتيجة بفضل الله مضمونة مع الشيف بطوطة، وكمان طعم ولا أروع. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة معانا علشان نعمل الحمام بتاعنا هنعمل له خلطة الحشو بتاعة الرز. عندنا اول حاجة بصل ضربينه في الكبة، عندنا تشكيلة من البهارات، عندنا فلفل اسود 7 بهارات، بهارات لحمة، جوز الطيب، كبابة صيني، وحبهان محمص ومطحون. وعندنا ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي 3 كوبايات رز، فهحط معلقتين. ادي 3 معالق ملح صغيرين. تمام. عندنا سمنة بلدي بيضة او صفرة، يعني اللي يريحكم بيضة او صفرة. نتوصى بالسمنة شوية، يعني انا في الاخر برضو هظبط اشوف لو احتاج سمنة مني تاني هحط له سمنة، لان السمنة هي اللي بتحليه جدا. وعندنا رز مصري مغسول ومنقوع، مش اقل من ساعتين. رز الحمام مش اقل من ساعتين، لان انا هحشيه على الني مش هسويه، يبقى لازم ننقعه كويس، ولازم يبقى رز درجة اولى ما فيهوش كسر. نتبل بقى كده الرز بالبصل بتاعنا. انا بعمل لكل جوز حمام 1.5 كوباية رز. تمام، بس ببقى عاملة حسابي ان انا هسوي من الرز، مش بحشي الحمامة كوباية الا ربع رز، لا. انا الكوباية الا ربع دي اللي انا بحطها للحمامة بعملها على ان في منها مستوي جنب الحمامة. تمام. واخر حاجة معانا زيت نباتي، والزيت مهم جدا، والزيت النباتي عباد شمس مش ذرة، لازم عباد شمس. تمام، لان الزيت بيخلي لي الرز مفلفل وجميل. تمام كده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. هنشوف بقى هنحشي الحمام بتاعنا ازاي. الحمام بتاعنا بنغسله كويس، بننقعه في ميه بملح ونسلكه كويس جدا، ونطلع اي حاجه فيه كده من الرقبه كده اهو، ونتاكد ان احنا مسلكينه. انا بسيبه مفتوح مقفول من تحت، ما بفتحوش من تحت. تمام اهو. وببتدي بقى من عند الرقبه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اخد من الحشوه واحشيه. كده بعد ما حشينا الحمامه بتاعتنا بنخلي الرز مبطط فيها كده
ماشي. ما بنملاهاش قوي، يعني ما ملاش بقى الجلدة تاخد معايا رز اكتر من كده، بس ما ملاهاش قوي. تمام. انا مش بحشي من هنا، انا بحشي الجلد بس، من جوه ده كله بيعجن، وانا ما بحبش احط رز من جوه. تمام. هبتدي بقى اكتف الحمامة كده، وهنضف كل الرز اللي عليها، ما اسيبش عليها رز خالص. وابتدي امسك الجناح ده كده، والجناح التاني كده اهو. تمام. اهي واهي. خلاص هخلص بقى بقية الحمام معايا، ونرجع نشوف هنسلقه ازاي. علشان نسلق الحمام بتاعنا، عندنا مية بتغلي على النار، ولازم تبقى الحلة كبيرة، على يعني ما نكبسي الحمام في حلة صغيرة، لازم يبقى واخد راحته في الحلة. تمام. عندنا بقى تشكيلة من البهارات، فلفل اسود و7 بهارات، وبهارات لحمة، جنزبيل، حبهان محمص ومطحون، جوز الطيب، وكبابة صيني. انا مش بحط ورق لورا فيه، علشان ممكن ورقة اللوري تقطع لي الحمام. تمام. وعندنا بصلة مقطعينها كده صغير، شرايح صغيرة. الله، ريحة البهارات اما نزلت في المية تحفة بجد، ريحتها حلوة جدا. بستعمل نوع بهارات ممتاز. اللي عايز يعرف انا بستعمل بهارات نوع ايه يكتب لي في التعليقات وانا اقول له على طول. ادي الملح بتاعنا، وهنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمام بتاعنا نحطه كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمامة بطنها فوق وظهرها لتحت. تمام. احاول ابعد رجل الحمام عن بطن الحمام التاني. تمام. عشان رجل الحمام دي ممكن تخرم لي الحمامة برضو. كده هو ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الحمام عايم في المية ونايم كله على ظهره، والمية مغطياه. هغطي عليه معريش عليه تاني. ده سر نجاح مهم جدا علشان الحمام ما يتقطعش معايا. انا كده غطيت عليه، هسيبه لما يدخن، يطلع لي من الحلة دخنة. هبتدي هدي عليه النار واسيبه لمدة ساعة الا ربع بالظبط، ما يزيدش دقيقة، ونرجع نطلعه مع بعض. الحمام بتاعنا اهو كمل الساعة الا ربع بالظبط، ظابطين له الساعة. بصوا بقى ما شاء الله، شايفين منظر الحمامة جميل ازاي ما شاء الله، ولا اتقطع معايا ولا اي حاجة. بشيله على طول من الشوربة اول ما بطفي، وبعدين اسيبه يهدى شوية على النار. معلش، قصدي يهدى خالص قبل ما احمره. تمام. يعني بعد ما اشيله من الشوربة يهدى، اسيبه يهدى، وبعدين نرجع نحمره. ما ينفعش نحمره وهو سخن كده. تمام. هنرجع نحمره مع بعض. يلا بينا نشوف هنحمره ازاي. دلوقتي بعد ما سيبنا الحمام بتاعنا ربع ساعة كده يهدى ويتشمع معايا، هنبتدي نحمره. التحمير ليه طريقتين: يا اما انا احمره في طاسة فيها سمنة على البوتاجاز عادي، وده مش هيديني لون متساوي، يعني هيبقى بيغلب ومش هيدي الحمامة لون متساوي. يا اما الطريقة التانية ان انا احمره في الفرن، اكني بحمره على البوتاجاز بس في الفرن. عندي صينية، لازم الصينية تكون تيفال ما بتلزقش. هندهنها كده سمنة كويس. انا بستعمل الصينية اكنها هي الطاسة اللي هحمر فيها، واكن الفرن هو البوتاجاز. تمام. دهنا كده. هنبتدي بقى نرص الحمام بتاعنا كده بسم الله الرحمن الرحيم في الصينية كده بسم الله الرحمن الرحيم.
تمام كده. وبالفرشة والسمنة ادهن كل واحدة بالسمنة. البوتاجاز انا مشغلاه على درجة حرارة معلش الفرن مشغلاه على، لازم يبقى سخن طبعا الاول، فمشغلاه على درجة حرارة 200 او اكتر، لان انا عايزة اخليه اكنه بوتاجاز. تمام. الرف بقى المرة دي لتحت مش لفوق. خلاص الرف لتحت يبقى قريب من النار بتاعة البوتاجاز من تحت، معلش النار بتاعة الفرن من تحت. هدخله وكل شوية تبصوا عليه، تقلبوه، تديله دهنة بالفرشة، يعني لحد ما ياخد اللون اكني بحمره على البوتاجاز بالظبط، بس في الفرن. تمام. دلوقتي الرز اللي اتبقى معايا من حشو الحمام، انا قطعت الكبد والقوانص بتاعة الحمام وهحطها عليه كده بالشكل ده، وهنسويه مع بعض دلوقتي. والحمام بيتحمر معانا، هنعمل الرز اللي اتبقى معانا بالكبد والقوانص. عندنا طاسة سخنة جدا على النار او حلة اللي تحبوه، بس اهم حاجة لازم تبقى سخنة جدا على النار. تمام. وهننزل الرز بتاعنا فيها كده. سامعين صوت التش دي لازم تبقى موجودة. تمام. انا ما حطيتش ولا سمنة ولا اي حاجة في الطاسة. ليه؟ لان احنا حاطين سمنة وزيت. اما يتشوح معايا ويتشمع اشوف اذا كان محتاج سمنة تاني هزود له، مش محتاج خلاص. تمام. ونشوحه كويس قوي. بعد ما شوحنا الرز لازم نشوحه كويس جدا. بصوا يعني دخل معايا اهو، مطلع سخونيه ومتشوح ومتحمر كويس قوي. عايزه اقول لكم ان ريحه الرز تجنن لوحدها، يعني مش معقوله فعلا. البهارات مع البصل مع ظبطه الحاجات دي بتدي ريحه حلوه جدا. وانا شايفه كده ان انا مش محتاجه سمنه، الرز بيلمع معايا وجميل، فمش محتاجه اي سمنه ولا اي حاجه. هبتدي بقى دلوقتي اسقي الرز بتاعي ده. احط بس حاجه كده صفي عليها الشوربه، اسقيه من الشوربه بتاعه الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شايفين الشوربه صافيه وحلوه جدا، ما فيهاش ولا رز واقع ولا اي حاجه. انا بس بصفي عشان البصل اللي في السليق ده. برضو نراعي ان احنا ما نحطش السوائل كتير، لان الرز برضو منقوع عندي وفي بصل هينزل ميته كده حلو قوي. الشوربه مقدار الشوربه فيه حلوه قوي. هنغطيه، واول لما يبتدي يتشرب نهدي عليه النار. دلوقتي الرز بتاعنا بصوا ما شاء الله شرب الميه اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي نهدي عليه النار ونسيبه يستوي براحته. الرز ده دايما الناس بتشتكي منه انه ما بيستويش معاها، يا يطلع معجن يا يطلع ني. لا انتوا هتشوفوه مفلفل وجميل اهو. ما شاء الله على الرز بتاعنا. بصوا واحدة من واحدة، مفيش اي حاجة لازقة في التانية، واحدة من واحدة فعلا. الرز بالبصل اللي هو مشكلة الناس كلها انه بيطلع معجن يا مش مستوي. شايفين؟ وبرضو اللي عايز يعرف انا بستعمل رز نوعه ايه برضو يكتب لي في التعليقات وانا هقول. تمام
كده الرز بتاعنا ما شاء الله مستوي جدا ومفلفل وجميل. ما نغطيهوش بقى، احنا عبال ما نغرف يا نغرفه على طول، يا اما نغطيه ونسيب حتة متهوية منه، عشان لما بغطيه بعد التسوية ده بيساعد على ان الرز بتاعي يبقى معجن. تمام. بعد ما حمرنا الحمام بتاعنا ما شاء الله، شايفين بقى اللون متساوي وجميل ازاي، مستوي وطري وجميل، والرز مفلفل واحدة من واحدة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، واتمنى انها تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك، علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.